مهرجان البحر الأحمر السينمائي اللي راهو قاعد يدار طبعته الثانية في جدة، واللي هو معروف عليه من المهرجانات التي ولدت عملاقة. على واش ولدت عملاقة مشاهدينا؟ لأنه هي طبعته الثانية، ومعروف أنه المهرجانات باش يديروا باش يجيبوا ويحضروا لهم ممثلين كبار لازم يكونوا مهرجانات قدم. إلا أنه مهرجان جدة السينمائي ولا مهرجان البحر الأحمر هو مهرجان كما قلنا ولد عملاق، لأنه في طبعته الثانية وراه جايب العديد وعرضوا العديد من الممثلين العالميين كوكسوسوا في العالم العربي ولا في جميع دول العالم. وهذا المهرجان اللي حضروا العديد من الوجوه كما قلنا على غرار الممثل الهندي شاروخ خان، كما حضرته الممثلة المصرية يسرا، حضرته تانيك الممثلة الهندية بريا كاتشوبرا والعديد من الوجوه. وهذا المهرجان هذا اللي هو كما قلنا زميلتي انه مهرجان غير ربحي اللي هو تمول فيه وزارة الثقافة السعودية، والهدف من هذا المهرجان هو التعريف بالثقافة العربية وخصوصا إيصال الأعمال السينمائية والدرامية السعودية للعالم. يعني نشوفوا فيه تنوع، يعني حتى أسماء كبيرة. أسماء كبيرة، وراح نزيدوا نناقشوا أنهم في فترة وجيزة وصلوا لمبتغاهم في هذه الورقة. نواصلوا احنا نهضروا على المهرجان، وكما قلنا أنه في الحفلة الافتتاحية للمهرجان وين شهد تكريم كل من الفنان الهندي شاروخ خان والفنانة يسرا بجائزة اليسر التكريمية، واللي هي تقديرهم إلى لصناعة السينما. لأنه كما قلنا أنه شاروخ خان الممثل الهندي ولا الفنانة المصرية يسرا هما كانوا من أوائل صناعة السينما في الهند وفي مصر، وكما نقولوا يسرا عملت على صناعة السينما العربية ككل. وكما قلنا في هذا المهرجان اللي فيه 131 عفوا فيلم اللي راح ربما هادو إكرام صور من المهرجان، هادو صور للفنانات اللي حضروا للمهرجان.